السلام عليكم. دي أول مرة أعمل فيها فيديو مش بشرح فيه حاجة تقنية، سواء فيديو أو شرح تقني لأي شيء. لكن النهاردة عايز أشارك معاكم حاجة كده وأتناقش معاكم في حاجة تانية. أول حاجة أنا مبسوط جدا إن أنا كنت مشارك في واحد من الإيفنتات الكبيرة جدا اللي بتحصل على مستوى مصر، هو إيفنت تقني سامت. وكنت واحد من السبيكرز يعني من أهم الإيفنتات اللي أنا شفتها في السنين اللي فاتت، وكنت بحبها جدا وكنت أحب أحضرها. والسنة دي الحمد لله ربنا وفقني إن أنا كنت سبيكر في الإيفنت ده. من الحاجات الحلوة اللي أنا انبسطت بيها إن أنا شفت ناس كتير جدا واتصورت معاهم وخرجنا وهزرنا، وكان يومين لطاف جدا يعني، بعيدا عن درجة الشمس الحارقة اللي احنا كنا فيها، بس كنا مبسوطين جدا يعني. خليني اقول لكم بقى قصة حصلت كده في فترة زمنية بسيطة، وهي دي القصة اللي أثرت فيا شوية وخلت عندي سبب ان انا اعمل الفيديو ده. في 2023 كنت عامل ايفنت في جامعة المنصورة. خليني اقول لكم قصة عمرو دخل كلمني، قابلني في المحاضرة بعد ما خلصت، وراح قال لي: هندسة، انا عايز اعرف ابدأ ازاي في السايبر سيكيورتي. فانا ببساطة شديدة جدا لما حد بيجي يسألني في الموضوع ده بدي له مصادر كتير جدا. يعني المحتوى العربي مليان حاجات تتعلم منها سايبر سكيورتي، ومليان حاجات كتير جدا تتعلم منها يعني سوفت وير انجينيرنج او اي حاجه من الحاجات دي. فجيت قلت له: عمرو، بص، دي المصادر اللي انت ممكن تتعلم منها سواء عربي او اجنبي، وشوف اللي يناسبك على حسب لغتك والموضوع عامل ازاي وتمام. وتخيلت ان عمرو بعد ما ياخد الموضوع ده يعني في 2024 2025 هبتدي اشوفه على الانترنت او اشوفه على الفيسبوك كده بقى ايه، ابتدى ينزل ان هو جاب باجز في شركات، او ابتدى ان هو بقى بيشارك في ايفنتات او حاجات كتير. ويعني ان شاء الله يشكرني مثلا ان انا ساعدته ان هو يوصل للطريق بطريقه ما او باخر. يعني النهارده بقى وانا خارج من المكتبه كنت ماشي مع صديقي غريب الشيخ، وقابلت عمرو تاني. قابلته في 2025 وقال لي: ازيك يا هندسه، ايه الاخبار؟ الحمد لله واتصورنا وخلصنا، وسالني سؤال تاني. قلت بقى السؤال ده هيكون هو: اخد شهاده ايه في السكيورتي؟ اقدم على شركات ازاي؟ مين الشركات الافضل الموجوده في سوق العمل؟ والحاجات دي اللي بتتسال بعد خلاص بقى يعني سنين كتير يعني. فلقيت عمرو يسالني سؤال تاني: هو ابدا ازاي في السكيورتي؟ انا فاكر ان هو سالني السؤال ده من 3 سنين او من سنتين يعني، فانت لغايه دلوقتي ما بداتش. وانا خارج من المكتبه صديقي غريب الشيخ بحكي له الموقف، بقول له: غريب، قابلت حد بعد سنتين سالني نفس السؤال. فراح قال لي سؤال كده، قال لي كلمه: انا نفسي حد من بتوع ابدا ازاي دولت يبداوا بجد. يعني نفس السؤال بيتسال له في السوفت وير، واهم حاجه ان هم يوقفوا اسئله. فاي حد ممكن يشوف الجمله دي يفتكر مثلا ان غريب ده شخص وحش او حاجه يعني، بس هي الفكره كلها ان هو عنده حق. يعني نفسي حد من اللي بتوع ابدا ازاي دولت يبداوا، يعني ياخدوا خطوه ويبداوا. فلما جيت سالت نفسي سؤال كده: هو ايه اللي بيخلي الناس ما تبداش؟ يعني ايه اللي بيخلي الناس تتاخر ان هي تبدا او ما تبداش اصلا الموضوع يعني؟ فلقيت عندي 3 اجابات للموضوع ده. اول حاجه، الناس بتبقى مشتته جدا ان هي تبدا. خليني اقول ان كتره الرود مابس اللي بتبقى موجوده على الانترنت والمصادر اللي موجوده بتخلي الانسان ساعات جدا يبقى مشتت. وخليني اقول لك برضو ان مفيش رود ماب واحده تنفع مع كل الناس، مفيش كورس واحد هيوصلك لكل شيء. واللي يقول لك كده يعني بنسبه كبيره جدا بيكذب عليك يعني، لان ممكن اللي ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك، او ينفع مع غيرك ما ينفعش معاك. حاجات كتير جدا يعني العكس دايما بيبقى صحيح. فلازم تقيم انت مستواك وتشوف انت ناقص لك ايه عشان تبتدي تعمل انت الرود ماب اللي مناسبه مع الكيس بتاعتك. لكن في الطبيعي مفيش رود ماب واحده تنفع لكل الناس. خدها قاعده، دي اساسيه. النقطة التانية إن في ناس مش بتحسب الوقت كويس، وبتأجل كل حاجة لفترات طويلة جدا، أو حاطط إن قدامه قدوة أو شخص هو عايز يوصل له. يعني خليني أقول مثلا أنا شايف إن في شخص ما هو الشخص ده قدوة بالنسبة لي، فأنا عايز أوصل للليفل بتاعه. حاجة من الاتنين: يا إما هو بيشوف إن هو مش هيوصل له فما بيذاكرش ويمتنع عن المذاكرة، ويشوف إن أنا عمري ما هوصل لمستوى ذكائه، مع إنك أنت ما امتحنتش نفسك وشفت إن أنت فعلا ممكن توصل لمستوى ذكائه، أو ممكن تكون أنت أذكى منه والموضوع توفيق من عند ربنا يعني. او انت خلاص قررت بقى انا مش هذاكر، وخلاص بقى انا تمام والمذاكره بتاعتي دي مش هتوصلني للمستوى بتاع الشخص ده. دايما في ناس بتحاول تبص على الكمال، يعني بتبص ان هي لازم اخد المعلومه كامله يا اما ما اخدهاش.
يعني ما يقدرش ان هو ياخد المعلومه من الكورس ده، الكورس ده ما عجبنيش، مثلا حد بيشرح برمجه مثلا زي اسامه الزيرو، فانا شايف ان اسامه الزيرو مش احسن حد بيشرح من وجهه نظري، فممكن اشوف حد تاني. لا انا شايف ان ده مصدر ناس كتير اتعلمت منه، فمشكله مني ان انا ما عرفتش اتعلم منه. لا عادي جدا، ممكن تشوف حد تاني. الناس كتير بتشرح مثلا حاجات زي ويب سكيورتي، ممكن حد يفهم مني وما يفهمش من غيري، او يفهم من غيري وما يفهمش مني، فدي حاجه عادي جدا انها تحصل. فيعني اتمنى ان انت تحاول تخرج من فكره ان انت المدرس الكامل اللي هيشرح لك كل حاجه، ده دي حاجه خاطئه تماما. النقطه الثالثه بقى، ودي اللي انا كنت بعاني منها انا شخصيا، يعني انك مش بتحسب وقت كويس لكل حاجه، او مش بتنظم يومك بشكل كويس. اغلب الحاجات اللي انا كنت بلاقيها ان انا بلعب جيمز كتير جدا، بنزل لاصحابي كتير جدا في القهوه، بلعب كوره، بتفسح، بعمل كل حاجه، بس ما بديش المذاكره وقتها. ودي يمكن تكون من المشاكل الكبيره جدا، ان انا ما بديش المذاكره وقت كبير. لما الموضوع ابتدى يبقى التزام، ابتديت احس ان انا بذاكر، وبعد كده بدي جزء من مذاكرتي ده ان انا بكافئ بيه نفسي، ان انا انزل العب او اعمل اي حاجه انا عايزها. يعني بخلص الحاجات الاساسيه اللي عندي، وبعد كده برجع اكافئ نفسي بالحاجه اللي انا اتعلمتها. التنظيم شيء مهم جدا. انا من الناس اللي مش منظمه بشكل كبير جدا، ما بعرفش استخدم حاجات زي نوشن. بكتب نوتس في ورق لغايه دلوقتي عادي جدا، بكتب نوتس على الموبايل، بس بدي كل حاجه حقها، او بحاول ادي كل حاجه حقها. يعني بدي مذاكره وقت كبير ان انا اقعد اذاكر فيها، عشان ده الشغف اللي انا بحبه، او دي الحاجه اللي انا بحبها، بعيدا عن ان هي دي راس مالي، او دي النقطه اللي بتجيب لي دخل بشكل عام. وخليك فاكر ان مفيش كورس واحد مناسب للناس كلها، مفيش عصايه سحريه هتاخدها من اي حد توصلك انك تعرف تعمل كل حاجه. انت بتجتهد وبتذاكر، وكل واحد فينا عنده سبب للنجاح. يعني في ناس عندها التزامات في الحياه خلته يذاكر عشان يعرف يوصل ويصرف على نفسه وعلى اهله، وفي اللي حابب الموضوع فعلا واداله من كل وقته. انا شفت ناس كتير جدا في مجالات تانية غيرت وبقت ناس مبرمجين شاطرين. انا مديري في الشركه باشمهندس احمد الفي كان دكتور، صديقي احمد سلطان كان في ايجي سيرت، هو اصلا دكتور صيدلي. فيعني الموضوع ملوش علاقه خالص بان انت كان تخصصك ايه. انا اعرف ناس كانت في زراعه او في طب اسنان اتعلموا برمجه عشان كان عندهم شغف انهم يتعلموا برمجه. ادي كل حاجه وقتها عشان تعرف تتعلم الحاجه اللي انت بتحبها بشكل عام، وهتكون مبدع فيها. يعني دي وجهه نظري. وخليني اقول لك بمنتهى الصراحه، يعني على عكس زمان، كان زمان ما كانش في مصادر كتير قوي تتعلم منها. يعني عشان تتعلم حاجات زي البرمجه او السايبر سيكيورتي ما كانش في مصادر كتير. دلوقتي بقى الموضوع بالعكس، انت عندك من كتر، عندك مصادر كتير جدا جدا جدا، وعندك الذكاء الصناعي ما خلاكش ان انت عندك فرصه انك تقول ان انا عندي صعوبه في ان اتعلم بحاجه عشان اللغه بتاعتها. يعني لو خلينا نقول مثلا انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي، او الانجليزي بتاعك مش كويس، فانت طبيعي جدا إن عندك حاجات زي جوجل نوت بوك ال ام او جوجل ترانسليشن، ممكن تاخد الكلمه اللي انت مش فاهمها وتفهمها. عائق اللغه ده انا شايف ان هو دي حجه بصراحه، انا بشوف الناس كتير جدا بتقف عندها. انا مثلا ما كانش الانجليش بتاعي كان كويس في يوم من الايام، وقعدت اذاكر انجليش على الانترنت. كنت بلعب العاب فيها استخدام اللغه الانجليزيه كتير، فواحد اتعلم حتى مع الكلام مع الناس بشكل عام. خليني اقول لكم حتى ان ناس كتير جدا من اللي انا اعرفهم خلال السنين اللي فاتت اتعلموا ما كانش معاهم تمن يجيبوا لابتوب. الناس اتعلمت من موبايل، اتعلمت من فيديوهات على الموبايل، وكانوا بيذاكروا برمجه على الموبايل، كانوا بينزلوا برمجه على الموبايل. ناس كتير جدا، يعني انا افتكر حد من صاحبي زي يوسف محمد، صاحب شركه بجارد. انا كنت حاضره وهو كان بيتعلم برمجه من الموبايل، او كان بيتعلم ان هو يعني يجيب ثغرات من الموبايل، وكان ربنا بيكرمه فعلا ما شاء الله عليه. يعني فانا شايف ان دي حجه، اللي عايز يتعلم حاجه بيتعلمها. ممكن تنزل سايبر، ممكن تعمل ايا كان الحاجه اللي انت عايز تتعلمها، استلف لابتوب، اعمل ايا كان الحاجه، بس اتعلم. يعني انا شايف ان انت ما فيش سبب ان انت تفضل قاعد يعني بتلتمس لنفسك الاعذار، لان انت ما عندكش عذر. العذر الوحيد اللي انت ما تقدرش تعمله ان انت ما يكونش ربنا اداك عقل، بس انت يعني ربنا ادى كل انسان في الدنيا عقل يفكر بيه. خليك فاكر قول الله تعالى في سورة الكهف في الآية 30: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وخليك عارف إن أنت بس مكسل، وأتمنى إن أنت ما تكسلش، وأتمنى الفيديو ده يكون ساعدك إن أنت على الأقل تفكر بشكل كويس. والسلام عليكم.